نعمل ايه؟ نعمل له باب. الباب يبقى عامل ازاي؟ يبقى واخد الطراز بتاعنا. ابواب الاسواق الصينيه دايما كانت علامه مميزه جدا. كان المساكن في حته حيث يسكن العامه، وقصور الامبراطور والنبلاء في حته، والاسواق في حته تانية. بالمناسبه ده مش باب اثري ولا حاجه، انتقلت هذه العاده واصبحت يعني الحكومه الصينيه بتحرص على ان هي يعني تخلي هذا الامر موجود. وده احد الاسواق. اولا في الالوان، في 3 الوان في الحضاره الصينيه القديمه. اللون الاصفر هو اللون الامبراطوري، هنلاقيه واضح هنا جدا اهو، كان محرم على العامه، كان يستخدم بس الامبراطور. واللون الازرق اللون السماوي، هنلاقيه في المعبد السماوي موجود. واللون الاخضر ده كان قصور النبلاء او الامراء. ال3 الوان هم اهم 3 الوان في الحضاره الصينيه القديمه. هنلاقي طبعا السقف العظيم بتاعهم اللي بيمثل رمز الحضاره، وفي الحيوانات المعروفه التنين. من اول يوم جيت هنا، هو التنين ده يا جماعه هل هو كائن حي حقيقي اسطوري ولا لا؟ لقيته في كل الحضارات. كان في العنقاء، وكان في مش عارف ايه الطير اللي بيطلع نار من بقه. طبعا كلها اساطير راجعه لقصه الديناصور اللي يمكن الحضاره البشريه ما شافتوش بس سمعت عنه. لكن هل كان في كائن حي فعلا بيطلع نار من بقه؟ دي حاجه انا ما شفتهاش، بس هو موجود في الحضاره الصينيه القديمه. هنلاقي ايضا زي ما انتم شايفين اهو موجود بشكل مزخرف. وهنا طبعا الحيوانات كلها جزء اصيل من الحضاره الصينيه القديمه. بصوا يا جماعه التفاصيل، بصوا يا جماعه التفاصيل، بصوا يا جماعه التفاصيل، يا الله. الخشب هو العنصر الاساسي في العماره الصينيه. الاسدين اللي هم يعني بيفكرونا باسدين قصر النيل، في الحضاره الصينيه القديمه بيقولوا ان هو بيطرد الارواح الشريره. يتفائلوا بيه. الصينيين بالمناسبه بيتفائلوا جدا بقصه الحظ وبقصه الحاجات دي، فهم بيتفائلوا جدا بالاسد، عشان كده حاطينه على ابواب الاسواق. ده سوق عادي جدا، وده مشهد تقليدي جدا. هتلاقيه بص اهو عمارات سكنيه، وهو على يمينه هتلاقي بص ماكدونالدز اهو. لكنه يعني حاجه من اجمل الحاجات اللي بشوفها. في كل شارع وفي كل محطه من محطات الصين بتلاقي الباب ده، وده مفهوم ان هو باب احد الاسواق. بحب الوانها وبحب ثقافتها، وانا مبسوط ان انا هاخد صوره ورايا هذا الباب اللي يعتبر من اجمل الابواب اللي شفتها في الصين من محطه